بعض ما في شعبان من البدع والسنن. يعتقد أناس أنها ليلة القدر كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير سورة الدخان عند قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، معتقدين أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل. من الناس من يعتقد أن الدعاء في ليلة النصف من شعبان وأن قيامها له فضيلة، ألا فإنا لا نعلم دليلا يجعل ليلة النصف من شعبان مستجابا فيها الدعاء أو أنها تخص بقيام. واعجب ولا ينقضي عجبك أن من الناس من يأتي في ليلة النصف من شعبان بأمر عجب فيقع في الشرك بالله جل وعلا وهو يظن أنه يحسن صنعا، فيقول: يا ليلة النصف من شعبان افعلي لي كذا، ويا ليلة النصف من شعبان اشفي مريضي أو أرجعي ضالتي أو نحو ذلك، فيدعو ليلة النصف من شعبان من دون الله كما يفعلون ذلك في رمضان، فيدعون ليلة القدر. فلا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا يعتقد أنه يستجاب فيها الدعاء، فهي ليلة من جملة الليالي لا تخصص بشيء من ذلك، ولا يتبادل الناس فيها الهدايا، ولا أنهم يستحسنون الثياب، ولا يجعلونه يوما للتطيب والتبخر والتزين ونحو ذلك، بل إنهم يتعاملون معه كتعاملهم مع بقية الأيام. ليس هناك دليل يخص هذه الأيام. ينبغي أن يعتقد في ليلة النصف من شعبان أو في اليوم السابق لها أو الذي بعده أنها من جملة الأيام ومن جملة الليالي لا تخصص بشيء.